السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة أولى ثانوي دفعة 2026، إن شاء الله مكملين مع بعض حل تمارين يونت 3 أو الوحدة التالتة من كتاب جيم. هنبدأ في الفيديو ده حل من صفحة 143، تشيك بوينت رقم 4، تمارين الجرامر الدرس الثالث والرابع. طبعا في الجزء ده من الوحدة أو في الجزء ده من التمارين هنتكلم على حالة الشرط التالتة، وكمان هنتكلم عن بدائل اف. طيب في حالة الشرط التالتة خلينا نتفق إن رابط شرط سواء اف أو unless أو اللي بيساويهم يعني بيتبع بماضي تام، يعني فاعل وبعدين ماضي تام زي الجملة الأولى دي كده if I had known، وجواب الشرط في الحالة دي دايما بيبقى فاعل would أو could أو might have زائد التصريف التالي. يبقى الجملة الأولى هنختار would have helped. طيب معنى الجملة إيه بقى؟ if I had known، لو أنا كنت أعرف أكتر أو لو كنت عرفت في الماضي المزيد من المعلومات عن الكمبيوترز كان زماني ساعدتك في المشكلة. خلي بالك إن الحالة التالتة بتفرض عكس اللي حصل في الماضي، أما حالة الشرط الأولى والتانية والصفرية فدول بيتكلموا عن مضارع أو مستقبل. الحالة التالتة هي الحالة الوحيدة اللي بتفرض أو بتتخيل عكس اللي حصل في الماضي. طيب تعال نروح للجملة رقم 2. بيقول لي if he at the meeting early he would have the chance to meet the boss. عايز أقول لو هو حضر الاجتماع مبكرا هيكون عنده الفرصة إن هو يقابل المدير. خلي بالك جواب الرابط عندي هنا he would have وبعدين the chance، يعني would have ما جاش بعدها تصريف تاني. يبقى إذا كده أنت بتتعامل مع حالة الشرط التانية مش التالتة، لأن جواب الشرط في الحالة التالتة بيبقى would have والتصريف التاني. يبقى فعل الشرط هنا لازم يكون ماضي بسيط. يبقى if he arrived اللي هي الاختيار دي، لو هو وصل إلى الاجتماع مبكرا هيكون عنده الفرصة إن هو يقابل المدير، وده أمر مستبعد أو غير محتمل الحدوث. طيب تعال نروح للجملة رقم 3. بيقول لي you had finished the project، يعني لو أنت انتهيت من المشروع you wouldn't have been free، مش هتبقى فاضي أو ما كنتش هيبقى عندك الوقت الفاضي اللي يسمح لك بالسفر. يبقى أنا عايز أقول إذا لم تنتهي من المشروع ما كانش هيبقى عندك وقت فاضي يسمح لك بالسفر. يبقى على طول unless اللي هي الاختيار C بمعنى إذا لم. طيب 4 بيقول لي you can't go into the museum، يعني أنت مش هتقدر تدخل المتحف buying a ticket، عايز أقول بدون شراء التذكرة. يبقى بدون اللي هي without الاختيار B وبيجي وراها فعل مضاف له ing. طيب 5 بيقول لي you can borrow this book، يعني أنت تقدر تستعير هذا الكتاب as you look after it، عايز أقول طالما أنت هتعتني بالكتاب فأنت تقدر تستعيره. يبقى طالما اللي هي as long as الاختيار C. طيب 6 بيقول لي if it for your help، أنا عندي تعبير if it weren't for و if it hadn't been for. if it weren't for و if it hadn't been for بمعنى لولا. I wouldn't have succeeded، يعني حالة الشرط التالتة الجواب would have والتصريف التالت، يبقى على طول if it hadn't been for your help، لولا مساعدتك. طيب 7 بيقول لي that you lived by the sea. what would you do، عايز أقول تخيل إن أنت عايش جنب البحر. what would you do يعني هتعمل إيه كل يوم. يبقى على طول هروح imagine اللي هي الاختيار C. ممكن تبقى imagine بمعنى تخيل أو suppose بمعنى افترض. طيب تعال نروح سؤال الريرايت. نبدأ بالجملة الأولى. بيقول لي he may come early، قدومه مبكرا ده أمر محتمل، احتمال إن هو يجي بدري، وفي الحالة دي أنا هتصل بيك. يبقى هقول عايز أقول كده طالما هو هي أو أنا هتصل بيك، يبقى هنبدأ كده لأنه عايز يحط as well as أو as long as في المنتصف. يبقى هقول كده I will call you، كأنك بتحط if بالظبط. as long as he comes early. قولي هو ايه اللي حصل ده؟ انت ليه خليت may come بعد comes؟ هقولك لان انت ببساطة بتستخدم حالة شرط، وبالتالي سواء بتحط if او اي بديل ليها زي as long as في الحالة الاولى بيتبع بمضارع بسيط. يبقى I will call you as long as he comes early. طب الجملة رقم 2 بيقول لي if he behaved badly، يعني لو هو تصرف بشكل سيء he would be punished، هيتعاقب. برضو عايز يبدأ ب in case of، يبقى هقول كده خلي بالك in case of. اسأل نفسك بقى هي in case of بيجي وراها جملة ولا فعل مضاف له ing؟ لا بيجي وراها فعل مضاف له ing. يبقى in case of behaving badly هي هتديني نفس معنى if بس بيجي وراها فعل مضاف له ing. in case of behaving badly he would be punished. وخلي بالك in case of بتحل محل if في جميع حالاتها مفيش أي مشكلة. طيب 3 بيقول لي if منى didn't get up early، يعني لو منى ما صحيتش بدري she would go to school late،
عشان تستخدم unless مكان if، كل اللي بتعمله انك بتحط unless. تمام. ولو جملة if منفية بتخليها مثبتة. ما ينفعش ابدا unless يجي وراها جملة منفية، لان هي اصلا بتدي معنى النفي. طب لو جملة unless مثبتة او لو جملة if مثبتة، اوعى تنفي الجملة بعد unless. روح على جملة الجواب انفيها. تاني حاجة، اوعى تغير في الجملتين. انا عندي الجملة دي، الجملة اللي بعد if منفية، يبقى هخليها مثبتة مع unless ومش هغير اي حاجة تاني. طب لو الجملة اللي بعد if مثبتة، هسيبها مثبتة بس هروح اغير الجواب اخليه منفي او مثبت عكس الجملة اللي عندي. يبقى هقول هنا unless منا، حط بقى ماضي بسيط، يبقى got up early، يعني لو منا ما صحيتش بدري she would go to school late، هتروح المدرسة متأخر، يبقى she would go to school late، يعني كانت هتوصل المدرسة متأخر. طيب 4 بيقولي hurry up، يعني بسرعة، or you will miss the train، وإلا مش هتلحق القطار. يبقى عايز استخدم without في أول الجملة، يبقى هقول بدون الإسراع، without hurry up كفعل هاخدها أضيف لها ing، without hurrying up بدون الإسراع، حط الكومة بقى والجواب بتاعك you will miss the train. طيب تعال نروح للجملة رقم 5. بيقولي but for his help، لولا مساعدته I wouldn't get high grades، ما كنتش هجيب درجات عالية. طيب أنا عندي دي حالة شرط تانية، يبقى لما أجي أبدأ ب if it هقول if it weren't for، يبقى if it weren't for ويجي وراها اسم أو فعل مضاف ل ing، يبقى if it weren't for his help، يعني لولا مساعدته، حط الجواب بقى I wouldn't get high grades. طيب تعال نروح لصفحة 144 أو لصفحة 145 تشيك بوينت رقم 4. صفحة 145 تشيك بوينت رقم 4 أو تشيك بوينت رقم 5، آسف، تشيك بوينت رقم 5 في صفحة 145 مش 144، 145 تشيك بوينت رقم 5. نبدأ على طول بالجملة الأولى. بيقول لي سامح find a good job he will move to a new flat. طيب تعالى نروح للجواب عندي كده. بيقول لي he will move، يعني دي حالة شرط أولى، يبقى أنت كده عايز بديل يتحط مكان if في حالة الشرط الأولى ويجي معاه فعل الشرط في المصدر. بص هقولك على حاجة مهمة أوي، لو أنت عندك فعل شرط في المصدر ولمحت شوت في الاختيارات اختارها على طول. شوت ما ينفعش تكون غلط، إلا بقى لو أنت بتاخد بديل لأنلس ومفيش بديل هيتحط مكان unless في أول الكلام، يعني should ما ينفعش تحط مكان unless. فلو انت عندك الجملتين جملتين متفقتين مع بعض، يعني لو سامح لها وظيفة هو هينقل لشقة جديدة، يبقى كده مفيش unless، كده انت عايز if أو بديل ليه. فقولا واحدا كده، لو فعل الشرط مصدر ولقيت if should في الاختيارات اختار. وبعد شوية هقولك كده لو فعل الشرط to المصدر ولقيت where في الاختيارات هتختار. بس خلينا نمشي واحدة واحدة. طيب الجملة التانية بيقول لي your son a doctor، ايه ده؟ جملة مفيهاش فعل، جملة شرط مفيهاش فعل، في اختيارين اتنين قدامك ينفعوا، had و where. had بمعنى يكون أو where بمعنى يكون وhad بمعنى يملك. فأنا هقول كده لو ابني دكتور he could help us، هيقدر يساعدني، يبقى where اللي هي الاختيار دي، يبقى where your son a doctor، لو ابنك دكتور he could help us هيقدر يساعدنا. طيب تعال نروح للجملة رقم 3. جملة شرط بدأت ب where. أشرف hard، على طول دور على طول مصدر. لو حطيت where مكان رابط شرط اللي هو if، يبقى قدامك حاجة من اتنين، يا إما تو المصدر زي الجملة رقم 3، يا إما يكون مفيش فعل أصلا خالص زي الجملة رقم 2. 4 بيقول لي رامي missed، خلي بالك ده فعل في التصريف التالي. رامي missed the bus he would have taken الجواب would have والتصريف التالت، يبقى لازم جملة الشرط يكون فيها had والتصريف التالت. يبقى وانت مغمض كده روح اختار had محل if في الحالة التالتة، يبقى had رامي missed the bus، يعني لو رامي كان فوت الأتوبيس he would have taken a taxi، كان زمانه أخد تاكسي. طيب 5 بيقول لي he will take مصطفى
with us أو we will take مصطفى with us. يعني احنا هناخد مصطفى معانا. a player gets injured. انت عايز تقول عشان لو لاعب اتصاب. الرابط اللي يديك معنى عشان لو حصل كذا اللي هي in case الاختيار C. طيب تعالى نروح للسؤال اللي هو find the mistake. السؤال التاني بيقول لي if she studied hard she will get. عندي حاجة من اتنين، يا إما تصحح studied اللي قدامك دي تخليها studies، يا إما تصحح will دي تخليها would. الاتنين صح، كلا التصحيحين صح، فممكن نشيل will بقى نخليها would. طب الجملة التانية بيقول لي had he traveled والجواب he would have been، يبقى لازم تصحح travel. هنا قدامك تصحيح واحد، انت عندك had والتصريف التالت والجواب would have والتصريف التالت، يبقى travel دي لازم تتحط في التصريف التالت تبقى traveled. طيب 3 بيقول لي where Mason studying والجواب would والمصدر، يبقى لازم تشيل studying دي كده خليها to والمصدر. طالما حطيت رابط شرط شلت رابط شرط اللي هو if واستبدلته ب where، يبقى لازم فعل الشرط يبقى to والمصدر. طالما هتحط فعل شرط يبقى لازم يكون to والمصدر. طيب تعال نروح بقى للجنرال exercises أو التمارين العامة من أول صفحة 146. نبدأ على طول بالجملة الأولى. بيقول لي unless he had joined. عندي خلي بالك would have found و wouldn't have found، لأن unless جاي بعديها had والتصريف التالت اللي هو ماضي تاني. فبقول كده لو لم يلتحق بالجامعة ما كانش زمانه حصل على وظيفة جيدة، يبقى he wouldn't have found a good job، فالاختيار هيبقى B. طيب 2 بيقولي without our best. without على طول يبقى هتدور على فعل مضاف له ing، يبقى without doing بدون القيام بأقصى جهدنا we wouldn't pass مش هننجح في الامتحانات. 3 بيقولي mom says we can watch TV. أمي بتقول إن إحنا نقدر نتفرج على التلفزيون، يبقى on condition that. عندك on و that يبقى فاضل بينهم condition on condition that كبديل لإف في الحالة الأولى. 4 بيقولي they will lose the match، يعني هما هيخسروا المباراة. they train hard إذا لم يتدربوا بجد، يبقى unless اللي هي الاختيار إيه. 5 if it for your help I would find، جواب الرابط would والمصدر، يبقى if it weren't لولا مساعدتك I would find it difficult هيبقى صعب عليا إن أنا أفهم الدروس. 6 بيقولي they won't come to the party، هما مش هيجوا الحفلة. we invite them لو إحنا دعيناهم، لا إذا لم ندعوهم، يبقى unless we invite them إذا لم ندعوهم they won't come مش هيجوا. طيب 7 بيقولي I am millionaire. عندي جملة شرط ما فيهاش فعل أصلا، جملة شرط ما فيهاش فعل أصلا، ركز مع دي، يبقى يا وير يا هات، الاتنين موجودين عندي. عايز أقول لو كنت مليونير هبدأ مشروعات لتوظيف الشباب، يبقى where I a millionaire. طيب 8 if it hadn't been for، if it hadn't been يعني حالة تالتة، يبقى أنت عايز would have والتصريف التالت أو wouldn't have والتصريف التالت، الاتنين موجودين عندي. تعال نترجم. لولا doing your best بذل قصارى جهدك مش هتحصل على الوظيفة، I wouldn't have got ما كنتش هتحصل على الوظيفة في الماضي. طيب 9 يقول لي heat and light from the sun there would be no life on earth. عايز أقول لولا الحرارة والإضاءة من الشمس ما كانش هيبقى في حياة على الأرض، يبقى but for اللي هي الاختيار إيه وجاي وراها اسم، لكن unless بيجي وراها جملة كاملة يعني فاعل وفعل. 10 he the job if he had prepared، لو هو كان استعد كويس للانترفيو كان زمانه حصل على الوظيفة، يبقى he would have got عندي حالة شرط تالتة. 11 we gone to the club we would have been وعندي gone بس هي اللي موجودة عن التصريف التالت، يبقى كده لازم يكون في had، ما تدورش على أي حاجة غير had، يبقى had we gone. had هنا بديل لإف في الحالة التالتة. 12 بيقولي we will start painting the house tomorrow، احنا هنبدأ ندهن البيت بكرة. عايز أقول لو الجو ما مطرش يبقى if it doesn't rain. طب إيه بديل if في الحالة الأولى اللي هي provided أو provided that. طيب 13 بيقولي supposing you won، supposing وبعدها ماضي بسيط، يبقى how would you كصيغة استفهام، الجملة منتهية بعلامة استفهام، يبقى how would you feel. طيب 14 بيقولي if عادل read، خلي بالك من الملاحظات المهمة، قلنا if عادل read، ازاي عادل read، يبقى إذن دي ماضي لأن read ما بتتصرفش،
فطالما read مش متضاف لها اس يبقى الجملة ماضي بسيط. يبقى لو عادل قرأ الأخبار he would know about the accident، هيعرف عن الحادث. 15 unless he had followed يبقى عندي would have lost أو wouldn't have lost. إذا لم يتبع نصيحتي كان زمانه ضيع كل فلوسه، يبقى he would have lost all his money. يعني لو ما كانش مشي ورا نصيحتي، لو ما كانش مشي اللي هي unless، لو ما كانش اتبع نصيحتي كان زمانه أضاع كل فلوسه. طيب تعالى نروح للجملة رقم 16. بيقول لي for the Nile، عايز أقول لولا النيل Egypt would be. جواب الشرط would والمصدر يبقى على طول if it weren't for اللي هي الاختيار دي. طيب 17 بيقول لي if you what I say ask your father. عايز أقول لو أنت مش مصدق اللي أنا بقوله ask your father، اسأل والدك. يبقى مضارع بسيط منفي، يبقى if you don't believe. 18 if you had spoken، if وراها ماضي تام they، يبقى عندي اختيار واحد هو اللي ينفع اللي هو would have understood. لو هو كان اتكلم معاهم بشكل أكثر وضوحا كان زمانه فهموا أو كان زمانهم فهموا الفكرة. 19 too much he would get، عندي جواب الشرط would والمصدر، يبقى أنت كده عايز جملة شرط في الحالة التانية، يبقى if he worries ما تنفعش لأن ده مضارع بسيط. طيب is he to worry ده أصلا مش صيغة شرطية. عندي were he to worry و should he to worry. should ما بيجيش وراها to والمصدر، يبقى على طول الاختيار هيبقى C. where الفاعل to والمصدر كبديل ل if في الحالة التانية. طيب 20 بيقول لي I will swim in the sea، يعني أنا هسبح في البحر والكلام ده النهاردة. It's windy at the beach، عايز أقول طالما اللي هي provided that أو as long as، يبقى provided it's windy. خلي بالك أنا عندي in case بتستخدم بمعنى عشان لو حصل كذا أو في حال كذا، وإن كان أنا عندي تحفظ على وجودها هنا لأن هي تمشي بس إحنا عندنا هنا ما ينفعش أقول لأ استنى، إحنا مش هينفع نقول أنا هسبح لو الجو عاصف. أنا هقول بقى unless إذا لم يكن الجو عاصف فأنا هسبح على البحر أو على الشاطئ يعني. طيب 21 بيقول لي he found a suitable place he wouldn't have stayed يعني جواب الشرط would have والتصريف التالت. وعندك في الجملة الأولى مفيش أصلا had مع التصريف التالت found الموجود عندك، يبقى على طول اختار had he found a suitable place. لو كان لقى مكان ملائم ما كانش زمانه قعد in the city في هذه المدينة. 22 بيقول لي a car he would have given me a lift. يعني انت عندك جواب شرط في الحالة التالتة اللي هو would have والتصريف التالت، يبقى عايزين جملة شرط فيها ماضي تاني، يبقى should he have ما تنفعش، were he to have ما تنفعش دي حالة تانية، have he had ما تنفعش، يبقى عندك had والتصريف التالت، يبقى had he had a car he would have given me a lift. طيب 23 بيقول لي I wouldn't buy، ادي جواب شرط في الحالة التانية، انا مش هشتري الجاكيت ده enough money بدون ما يكفي من المال، يبقى without enough money، يبقى I wouldn't buy without enough money. طيب 24 بيقول لي my teacher's support، عايز أقول لولا الدعم بتاع المدرسين I wouldn't have come، يبقى without بدون دعم المدرسين مش هطلع الأول في الاختبارات. طيب 25 بيقول لي I will take warm clothes، أنا هاخد معايا هدوم تقيلة عشان لو حسيت بالبرد. قلنا الرابط اللي يديك معنى عشان لو حصل كذا اللي هي in case الاختيار B. طيب 26 بيقول لي I will clean the guest room، أنا هنضف أوضة الضيوف in case عشان لو عمي أو خالي جه يزورنا. يبقى ده معناه إيه؟ إن السبيكر will clean أو الاختيار السبيكر will clean the guest room هينضف الغرفة بعد زيارة عمه، يبقى الاختيار الأولاني خطأ. طب B the speaker will clean the guest room يعني السبيكر هينضف الغرفة قبل عمه ما يجي تمشي. طب C the speaker will probably not clean من المحتمل ألا ينظف الغرفة، يبقى C خطأ ده محتمل أصلا. D the speaker won't clean يبقى خلاص كده احنا هنروح للاختيار اللي هو B إن السبيكر من المحتمل إن هو ينظف الغرفة أو هينظف الغرفة قبل عمه ما يجي لزيارته.
طيب تعال نروح لسؤال الرايت، نبدأ على طول بالجملة الأولى. بيقول لي I advise you، يعني أنا بنصحك to do more sports to keep fit. عايز يستخدم if I were، يبقى بتستخدم الحالة التانية لتقديم النصيحة، يبقى تقول if I were you، يعني لو أنا مكانك حط كومة بقى I would do more sports to keep fit. طيب اتنين بيقول لي consult your doctor، يعني استشير الطبيب بتاعك or you will get worse، أو or you will get worse، ولا الأمور هتسوء. يبقى عايز أقول unless you consult، إذا لم تستشر، unless you، عايز يبدأ unless في الأول، يبقى unless you consult your doctor، يعني إذا لم تستشر الطبيب بتاعك، يبقى على طول you will get worse، يعني هتسوء. الجملة التانية هتحطها زي ما هي you will get worse. طيب 3 بيقول لي if he didn't support me، يعني لو هو ما دعمنيش أنا هفشل. يبقى هقول لولا دعمه، يبقى if عايز يبدأ عايز أحط if في النص، يبقى هتبدأ ب I would fail، يعني أنا هفشل، وأحط بقى if it weren't for. خلي بالك لازم هنا if it weren't for، لأن الجواب would والمصدر كأنها حالة تانية، يبقى I would fail if it weren't for his support، لأن if it weren't for بيجي وراها اسم أو فعل مضاف له ing، فأنا هنا هجيب وراها الاسم على طول، يبقى I would fail if it weren't for his support، يعني أنا هفشل لولا دعمه. طيب 4 بيقول لي press this button، يعني اضغط على الزر ده if there is a fire، لو في حريق. يبقى كل اللي هتعمله هتسيب الجملة الأولى زي ما هي، يبقى press وعايز أحط in case of في المنتصف، press أو press this button in case of. طيب in case of بيجي وراها اسم أو فعل مضاف له ing، in case of a fire، في حالة الحريق على طول. طيب 5 بيقول لي I wouldn't buy that TV unless you advised me، يعني أنا مش هشتري التلفزيون ده إذا لم تنصحني إن أنا أفعل كده يعني. يبقى كل اللي هتعمله هتسيب الجملة الأولى زي ما هي، الجملة الأولى هتسيبها زي ما هي، كل اللي هتعمله إنك هتيجي تشيل unless، وعايز أحط but for في الأول، يبقى هبدأ ب but for. طيب تمام، هنبدأ ب but for، وأقول بقى but for your، لأنك هتجيب وراه اسم، يبقى but for your advice. وخلي بالك but for لازم يجي وراه اسم، وخلي بالك إن إحنا حولنا advice بالسي عشان تبقى نصيحة. but for your advice، حط الكومة بقى وقول الجواب I wouldn't، يبقى I wouldn't buy that TV، يعني لولا نصيحتك ليا أنا ما كنتش هشتري أبدا التلفاز ده. طيب تعال نروح لي الجزء اللي هو متعلق بتست يور سيلف على الدروس 3 و4، صفحة 148. نبدأ على طول بالجملة الأولى، بيقول لي the rapid changes، يعني التغيرات السريعة in the environment في البيئة. عايز أقول ممكن تؤثر على البايودايفرستي اللي هو التنوع البيولوجي، يبقى affect اللي هي الاختيار سي بمعنى يؤثر على. 2 بيقول لي آدم فوت along against illness، عايز أقول إن آدم خاض معركة، يبقى long battle against illness، معركة طويلة ضد المرض. 3 بيقول لي the students were by the teacher sudden change، الطلبة كانوا إيه؟ من التغير المفاجئ للمدرس، أو التغير المفاجئ في السكيدجول اللي هو الجدول، يبقى كده كانوا confused، مرتبكين. طيب 4 بيقول لي the store offers، يعني المعرض بيوفر أو بيعرض discounts، خصومات on every، على كل منتج، يبقى on every product، يعني على كل منتج. طيب 5 بيقول لي sportsmen، يعني الرياضيين often become A or N for children who admire their dedication and hard work، يبقى الرياضيين بيبقوا role model، يعني قدوة حسنة، خصوصا للأطفال اللي بيحبوا إخلاصهم وعملهم الجاد. 6 some people it's exciting to learn new languages، يبقى find it exciting، يعني بعض الناس بتجد الأمر شيق إن هو يتعلم لغات جديدة. 7 بيقول لي many countries، يعني العديد من البلدان أو الدول try to manage their cultural، بتحاول إن هي تدير natural resources، تدير الموارد الطبيعية عشان تستفيد أو عشان تفيد المواطنين. 8 بيقول لي teenagers sometimes، يعني المراهقين في بعض الأحيان بينشروا إيه أونلاين بدون ما يدركوا الأثر بتاعه، يبقى
spread rumors بمعنى ينشروا الإشاعات. 9 بيقول لي his sudden illness يعني مرضه المفاجئ caused him. خلي بالك cause مفعول يبقى to المصدر على طول، يبقى caused him to stop attending تسبب في إن هو يتوقف عن الحضور للمدرسة. 10 بيقول لي the flu can spread quickly يعني البرد ممكن ينتشر بسرعة عبر الفصول أو خلال الفصول، يبقى through اللي هي الاختيار B. 11 بيقول لي building strong relationships بناء العلاقات القوية depends mainly on بيعتمد بشكل أساسي على trust يعني الثقة بين الناس. 12 بيقول لي the castle walls يعني جدران القلعة were built to the king and his family يعني مبنية لحماية الملك وأسرته، يبقى protect اللي هي الاختيار E. 13 I have read an interesting news يعني أنا قرأت تقرير إخباري، يبقى ده اسمه news story أو خبر يعني. طيب 14 بيقول لي her speech was الخطبة بتاعتها كانت إيه and inspired وألهمت كل الحضور، يبقى على طول sensational اللي هي الاختيار B بمعنى interesting أو amazing يعني. طيب 15 بيقول لي scientists العلماء are always دايما to learn new things عندهم فضول أو شغف إنهم يتعلموا أشياء جديدة about the universe عن الكون، يبقى curious اللي هي الاختيار دي بمعنى فضولي. طيب تعالوا نروح لصفحة 149 الجزء المتعلق باللانجوج من الجملة رقم 16. نبدأ على طول بالجملة الأولى بيقول لي won't be allowed you show your membership أنت مش هيسمح لك بالدخول إذا لم تطلع كارنيه العضوية بتاعك، يبقى unless اللي هي الاختيار C. 17 you refused to help me لو أنت رفضت إنك تساعدني I wouldn't solve that problem يعني مش هحل المشكلة دي، يبقى if you refused to help me لو أنت رفضت إنك تساعدني فأنا مش هحل المسألة دي. طيب 18 بيقول لي you will miss the train عندي جملة you will miss the train يعني أنت مش هتلحق القطار، والجملة التانية لو أنت وصلت المحطة في الوقت المناسب، يبقى unless إذا لم تصل المحطة في الوقت المناسب فأنت مش هتلحق القطار أو أنت هتفوت القطار. طيب 19 بيقول لي she is if she invested her money يعني لو هي استثمرت فلوسها، خلي بالك عندي فعل الشرط كده في الماضي البسيط، لو استثمرت فلوسها بحكمة she يبقى على طول would make ماضي بسيط مع would والمصدر هتحقق أرباح. 20 بيقول لي had the team trained يعني عندي had والتصريف التالت، يبقى الجواب كده على طول would have والتصريف التالت، يبقى had the team trained harder they would have won. 21 بيقول لي if I were you لو كنت مكانك بتقديم النصيحة على طول، يبقى if I were you I would take the opportunity. 22 بيقول لي if you recharge ادي مضارع بسيط، يبقى it will last لو شحنت الهاتف بتاعك it will last longer. خلي بالك انا مش بتكلم عن اي هاتف، انا بتكلم عن هاتفك انت تحديدا، يعني دي مش حالة عامة دي حالة خاصة فما ينفعش تعتبرها حقيقة. طيب 23 بيقول لي proper guidance يعني عندي اسم، انا مفيش فعل هنا خالص، عندي اسم الارشاد الصحيح والتوجيه، من السهل انك تنفذ المهمة دي، يبقى على طول in case of في حال الارشاد الملائم والتوجيه فمن السهل تنفيذ المهمة. طيب 24 you were active you would lose the job لو انت نشيط انت هتفقد الوظيفة، يبقى unless إذا لم تكن نشيطا you would lose the job سوف تفقد الوظيفة. طيب 25 بيقول لي he rich عندي جملة شرط مفيهاش أصلا فعل شرط، يبقى يا إما where يا إما had لو موجود، معنديش had يبقى خلاص هي where he rich he would buy that expensive car. طيب 26 بيقول لي your help عندي كده جملة شرط عبارة عن اسم بمساعدتك I won't be able مش هقدر أجاوب على سؤال يبقى لولا مساعدتك أو بدون مساعدتك يبقى without your help. طيب 27 fire برضو عندي اسم عايز أقول في حالة الحرائق أو في حالة الحريق اتصل بال emergency number اللي هو رقم الطوارئ، يبقى in case of اللي هي الاختيار C. طيب 28 بيقول لي training hard أدي عندي كده فعل مضاف له ing you can't win the match يبقى بدون التدريب الجيد مش هتفوز بالمباراة أو ما تقدرش تفوز بالمباراة، يبقى without اللي هي الاختيار A. طيب 29 بيقول لي he approved if he gets the visa on time if he gets أدي if وراه مضارع بسيط، لو هو حصل على الفيزا في الوقت المحدد يبقى he will travel approved
سيسافر للخارج، مضارع بسيط مع will والمصدر. 30 بيقول لي if they found a company of their own. خلي بالك أنا عايز أقول إن found هنا مستخدمة بمعنى يؤسسوا. لو هم أسسوا شركة خاصة بيهم يبقى على طول كده أنت عندك ده مضارع بسيط، ودي من الملاحظات المهمة. الفعل found هنا كفعل بمعنى يؤسس، يبقى لو هم أسسوا شركة خاصة بيهم يبقى على طول will apply مضارع بسيط مع will والمصدر، فأنا هقدم عشان أشتغل هناك. طيب كده نكون انتهينا من حل التمارين الخاصة بجرامر الدرس الثالث والرابع من يونت 3 أو الوحدة الثالثة. ادعمنا بلايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة.